بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا اغلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. انا النهارده بقى جاي لكم في فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. النهارده بقى كده انا كنت في طريق السويس. الكلام ده كانت الساعة 5 الفجر. كنت راجعة، كنا في خروجه وكده وسهرنا برا وكنا راجعين. ده كله على طريق السويس. وكنا راجعين بالليل. مش بالليل بقى، هو كنا راجعين الصبح. فقلت بقى ايه، هصور لكم دي جاردينيا وقرية جدو. احنا كنا في مدينة نصر وكده، وكنا سهرانين فراجعين بقى متأخر وكده. فقلت بقى ايه، اصور لكم الفيديو ده واوريكم بقى طريق السويس من اول مدينة نصر. انا كنت بصور لكم كده من اول طريق السويس لحد مدينة بدر. اول حاجة كده نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولو لسه اول مرة تشوفيني، انا اختكم حبيبتكم ياسمينة، ودي قناتي. ويا ريت تدعميني بالاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس وتعملي لي اللايك بتاعك الجميل عشان يوصلك كل فيديوهاتي. وندعي لعمار ابني عشان عمار ابني تعبان شوية ومتخيط وكده، فادعوا له ربنا يشفيه. ماشي، دي اول حاجة كده. احنا هنا عند مبنى امازون. ده اول طريق كده السويس، ده مبنى امازون اهو. هو كل المكان ده بتاع امازون. ماشي، وده بقى بقية الطريق. انا هسيبكم تتفرجوا على الطريق وتعرفوا الطريق خطوة بخطوة، وهكلمكم كلمتين. كان في كذا حد سألني عليهم. هكلمكم كلمتين كده اقول لكم فيهم. انا كنت قايله الكلام ده في فيديو قبل كده، بس في كذا حد سألني عليهم تاني. اول حاجة، وانتي رايحة تستلمي شقتك، ايا كان الاعلان بتاعك الكام، علشان في الاعلانات اللي هي دلوقتي الجديده، اللي هو ال11 وال12 وال13 وال14 وكل الاعلانات اللي هي الجديده دي. انا الاعلان بتاعي كان تامن. كان الاعلان بتاعي تامن. انا استلمت متاخره. لا، انا ما استلمتش متاخره، انا استلمت بس بدات اوضب في شقتي وبدات اروح متاخره، لان المكان كان لسه ما مش عمران، وكانت الدنيا فاضيه، فكنت خايفه ان انا اروح اسكن في الوقت ده، فروحت متاخره شويه. لكن دلوقتي الاماكن كلها دلوقتي بقت عمار. يعني دلوقتي في اللي هي زهرة العاصمة وحدائق العاصمة، والاماكن دي كلها دلوقتي بقت عمرانة، وبقت فيها ناس كتير، وبقى فيها خدمات كتير، وبقت فيها مواصلات. فكانت الاول كل الاماكن دي صعبة العيشة فيها، ان مفيش سوق، مفيش مواصلات، الناس مش بتعرف تروح اشغالها كده. لكن دلوقتي لا، الموضوع اتطور وبقت الدنيا احلى بكتير كتير قوي، لان العاصمة دلوقتي العاصمة الادارية شغالة، وفيها حاجات كتير، مصالح حكومية كتير اشتغلت فيها، فهم دلوقتي شغلوا الاحياء الجديدة دي كلها. المترو كمان شغال، المواصلات شغالة، فالدنيا حلوت كتير. فقلت بقى ايه، اما اقول لكم الكام معلومة دولت، اللي هو ساعة الاستلام تاخدي بالك جدا 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 وانت بتستلم او وانت بتستلمي من الكهرباء. من الكهرباء بتاعتك لازم تشوف ولازم تعرف ان الكهرباء اللي جوه الشقة، اللي هي جوه الحيطة، الكهرباء دي شغالة. يعني تجيبي مثلا شاحن، او تجيبي مفك اللي هو بيقيس الكهرباء دوت، وتجربي بيه الكهرباء شغالة في كل الفيش ولا لأ. احنا هنا كنا داخلين على الكارتة دي ب10 جنيه للعربية الملاكي. معرفش بقى التانيين بصراحة بكام، لكن عارفة ان اللي هي الكارتة ب10 جنيه للعربية الملاكي. وعلى فكرة على طريق الاسماعيلية مفهوش كارتة، انت بتخش قبل الكارتة، لكن على طريق السويس لازم تعدي على الكارتة. فالكارتة دي ب10 جنيه، يعني مش حوار خالص، ب10 جنيه للعربية الملاكي. المهم،
تاخد بالك جدا من الكهرباء اللي هي ماشيه جوه الحيطه. لو انت بقى او انت هتنزلي الحيطه وهتاسس من الاول خالص، فده حاجه بقى ترجع لك. بس عايزه اقول لكم برضو ان التاسيس ده صعب جدا، لان السلوك اللي فيها مكلفه جدا. ده قصر الكبابجي، كل ده على طريق السويس. وده الفار، سوبر ماركت اسمه الفار. وده السلاب. ماشي. المهم نخلينا في كلامنا احنا. ده اساسيات الكهرباء والسباكة والسيراميك والشبابيك. دي حاجات اساسيه بتبص عليها. لو انت بقى في مقدرتك ان انت تغيري الشبابيك كلها وتعمليها ألمونتال، فمش شرط بقى، ما تبصيش على الحاجات دي. لو انت مش في مقدرتك حاليا، لازم تبصي على الشبابيك دي. لازم تستلمي ازازك كله كامل، عشان انا اتضحك عليا في الازاز ده وما استلمتش ازاز، وقالوا لي ان عادي ان انت تستلمي كده، وبعد كده الغفير لما يجيله ازاز هيسلمك. لكن الكلام ده كان مش صح خالص. خلاص، طالما استلمتي خلاص، ما بتشوفيش اي حاجه بعد كده. بصوا، انا بحب المنظر بتاع الشروق ده قوي قوي قوي. بحب قوي ان انا امشي في الوقت ده في الشارع عشان اشوف الشروق ده. انا بحب ايام المصيف علشان خاطر اشوف الشروق الصبح. بصوا الدنيا فاضية ازاي، والشوارع فاضية خالص وما فيهاش اي حد. بصوا الشوارع، الطريق كله فاضي، ما فيش اي حد ماشي غير احنا. لان زي ما قلت لكم، ده كان الساعة 5:15 او 5:15 الصبح. على ما نوصل مدينة بدر هيكون النهار طلع وبقى حلو، والدنيا بقت حلوة وجميلة. ماشي، نكمل موضوعنا. الشبابيك، لو انت في مقدرتك تعمليه ألمونتال، فمش شرط بقى تبصي عليه. لو انت مش في مقدرتك حاليا، لازم تبصي ولازم تستلمي ازازك. ده اول حاجة. تاني حاجة، الكهرباء لازم تاخدي بالك جدا من الكهرباء ومن السلوك اللي ماشية جوه الحيطة. لازم تتأكدي انها موجودة، لان ساعات ما بيمشوش سلوك جوه الحيطة وبيعملوها كده عشوائي وخلاص. بيركبولك وشوش كده وحاجات كده، اللي هي ايه الحاجات العشوائية دي، ان انت تشوفي ان في كهرباء وخلاص. ماشي. وحاجة تاني، السباكة. اتأكدي جدا من السيراميك، ان كل السيراميك سليم، وكل السيراميك مفيش حاجة مكسورة. لان لو في حاجة مكسورة او في حاجة مش موجودة، مش هتعرفي تجيبي السيراميك بتاعهم. لان السيراميك بتاعهم غالبا بيكونوا جايبين الكمية كلها اللي في السوق، او بيكونوا مصنعين حاجة ليهم هما، فما بتلاقيش السيراميك ده في مكان تاني. ان انا ضغط على السيراميك علشان اجيبه للمطبخ عشان اكمل بيه البلكونه اللي جوه، ما لقيتش. فانتي برضو كذلك، لقيتي سيراميكا مكسوره، لقيتي سيراميكا مش موجوده، لقيتي اي حاجه، الغفير بيجيبلك السيراميكا اللي مش موجوده. يعني عوزتي سيراميكا 2 3 4 بيجيبلك، لكن طبعا مش بيجيب كميه. كل دوت تخلي بالك منه. وكمان البتاع ده اللي هم، اللهم صل على النبي، الحنفيات اللي هي خلاط الدش، وخلاط الحوض الوش، وخلاط الحوض بتاع المطبخ. كل ده لازم تستلميه، عشان ساعات برضو بيضحكوا علينا ويقولوا لا، مش من ضمن الاستلام. لا، لازم تستلمي الخلاطات دي. هنا بقى عند هايبر 1. ده هايبر 1 بتاع فرع مدينة بدر. اهو الهايبر 1 ده، احنا بنطلع من كوبري كده، بنعدي على هايبر 1، وبعد كده بندخل على مدينة بدر على طول. على فكرة الطريق ده سهل جدا جدا جدا. لو مشيت على الوصف ده هتلاقي الطريق ده سهل جدا. انا باخد من مدينة نصر طريق السويس دوت، ما بياخدش نص ساعة لحد ما اوصل مدينة بدر. لحد ما اوصل عند بيتي ما بيكملش نص ساعة.
ماشي. كل الحاجات دي لازم تاخدي بالك منها جدا، انا بقول لكم حاجات ايه سريعه كده. واول ما تستلمي شقتك لازم تروحي تقدمي على الميه وعلى الغاز وعلى الكهرباء. دول 3 حاجات اساسيه لازم تقدمي عليهم. ليه؟ عشان لو انت صبرتي على اي عداد من دولت، بيجي بعد كده بينزلوا عليكي ممارسه، والممارسه دي بتبقى مبالغ كبيره. و... وكمان العدادات بتغلى من وقت للتاني. بيقولك العداد غالي، لو مثلا ولنفرض دلوقتي ب3، بعد كده بيبقى ب5 وب6 وب7. فأول ما تستلمي شقتك أول حاجة تعمليها تقدمي على العدادات ال3: المية والنور والغاز. ماشي. دولت كده حاجات، كل اللي انا قلتهم لك دول حاجات اساسيه. السباكه لازم تتغير، لازم تتغيري السباكه، لازم تغيري السباكه من اساسها، لان هم بيعملوا سباكه مش حلوه خالص. سباكه عشوائيه، وكلها مواسير رفيعه جدا، ما بتدخلكيش ميه حلو، وبيكونوا حاطين الحاجه على الوش كده. فلازم تغيري السباكه. ده اول حاجة لازم تعمليها اول ما تخشي شقتك. السباكة لازم تتغير. الكهرباء تتأكدي منها، لو لقيتي الكهرباء بتاعتك كويسة مش شرط ان انت تغيريها. لقيتي الكهرباء بتاعتك حاسة ان هي مش كويسة، يبقى تأسسيها من الاول، علشان دي اساسيات مش هتتغير بعد كده. يعني لو عملتي نقاشة بعد كده او عملتي حاجة بعد كده، مش هتعرفي تغيري الحاجات اللي جوه الحيطة، مش هتعرفي تغيري. لو قعدتي في الشقة مش هتعرفي تغيري ده كله ابدا، لان ده بيبقى تكلفة وبيبقى صعب. وانتي حاطة عفشك وحاطة حاجتك في الشقة تغيري ده، لا غيري ده من قبل ما تروحي الشقة اصلا، من قبل ما تسكني. معلش ممكن تضغطي نفسك سنة كمان بحيث ان انتي توضبيها التوضيب اللي على مزاجك، بدل ما توضبي التوضيب اللي على الوش، لا وضبي الداخلي ووضبي اللي على الوش وانتي قاعدة في الشقة. لكن الحاجات الأساسية اللي هي الكهرباء والسباكة دولت لازم تعمليهم قبل ما تخشي الشقة. وبعد كده بقى الجبسون بورد والحاجات دي كلها سهلة ومقدور عليها، وممكن تعمليها وانتي قاعدة في الشقة. نقاشة، جبسون بورد، الحاجات دي كلها لو انتي نقلتي وقعدتي في أوضة وسبتي الصنايعية يشتغلوا بره عادي. لكن حمام مش هتقدري تستغني عنه، كهرباء مش هتقدري تستغني عنها. ماشي. دي حاجات أساسية لازم تعمليها. وبس كده. ودي طريقي بقى اهو كده. خلاص انا وصلت. بصوا ده كده شارع مصر. انا كده وكده وصلنا مدينة بدر. بصوا والله العظيم الطريق ده ما خدش نص ساعة، ما بيكملش نص ساعة، من اول مدينة بدر، من اول مدينة نصر لحد مدينة بدر. ماشي. والكلام اللي انا قلته لكم ده مهم جدا جدا. يا ريت تعملوا بيه. انا كنت قايله تفاصيل في كذا فيديو قبل كده، كنت قايله فيه تفاصيل، وكنت قايله اللي ما شافش الفيديوهات دي يرجع لها وهيشوف التفاصيل دي. ان انا كنت مصوره الشقه اول ما استلمتها، وصورت الشقه بعد ما استلمتها، وصورت ساعه التشطيب وكده. اللي ما شافش الفيديوهات دي يرجع لها وهيشوف كل الكلام اللي انا بقوله ده. انا كده بقى كنت خلاص وصلت عند بيتي اهو، المسجد والصحة وكده. هي العمارة بتاعتي اللي في الوش دي. انا كده كنت خلاص وصلت عند بيتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.